في قصص كتير لناس غيروا حياتهم بالكامل لما فهموا إن العقل الباطن هو اللي بيبني الواقع، زي جيم كاري اللي كتب لنفسه شيك ب10 مليون دولار وهو لسه فقير ومعهوش تمن الأكل، وفضل شايل الشيك في محفظته لسنين لحد ما فعلا جات له فرصة فيلم دمب اند دمر بنفس المبلغ بالظبط. هو ما كانش ساحر، هو كان مغناطيس للي هو مبرمج عقله عليه. احنا اتعلمنا في المدارس ازاي نشغل عقولنا في الحساب والعلوم، بس محدش علمنا ازاي نشغل السواق اللي بيحدد مصيرنا. اول خطوة هي انك تصدق انك المبرمج مش الضحية. دلوقتي عايز أسألكم سؤال بجد، هل في موقف حصل في حياتكم حسيتوا إن عقلكم الباطن هو اللي أنقذكم أو وجهكم لحاجة ما كنتوش متخيلينها؟ وهل بعد الكلام ده مستعدين تبدأوا صيام المعلومات السلبي من النهاردة؟ اكتبوا لي تجاربكم في الكومنتات، وعايز أعرف لو بدأتوا تطبقوا الخطوات دي حياتكم هتتغير إزاي بعد أسبوع واحد. افتكروا دايما، حياتك مش هي اللي بتحصل لك، حياتك هي اللي انت بتسمح لعقلك الباطن إنه يصدقها. أشوفكم في الفيديو الجاي وإنتوا في أحسن نسخة من نفسكم.